بدل ما تطلعي وتنزلي وتلفي ورجلك توجعك، لا يا حبيبتي تعالي نعمل العيش الطاسة. العيش بمكونات في البيت، بكوبايتين دقيق بس تقدري تعملي احلى واجمل عيش في البيت، وسهل وسريع. بصوا بقى يا حبايبي، احنا هنا جبنا كوباية لبن، عليها كيس خميرة ومعلقتين سكر، عشان المعلقة بتاعتي كانت صغيرة بتاعت الشاي. معلقتين سكر، وهتقلبيهم مع بعض وهتسيبيهم لحد ما يعملوا فقاقيع كده عشان تختبري العجينة. لو ما عندكيش لبن اعمليها بمية عادي. ودلوقتي انا معايا 3 كوبايات من الدقيق، عليهم ذرة ملح ومعلقة بيكنج باودر و3 معالق كبار من الزيت، هتقلبيهم مع بعض. انا ممكن تعجنيه على ايدك او في العجان. انا دلوقتي الكبه بتاعتي دي فيها عجان، فيها السكينه بتاعت العجان دي، فهي ما بتاخدش غير نص كيلو بس. فحطيت فيها الدقيق بتاعي، وحطيت فيها البص الخميره بقت جميله ازاي، فرت ازاي. هحطها كلها زي ما انتم شايفين كده، وهضربها جامد في الكبه. طبعا انا فصلت معاكم وقلت اكمل لها بقيه اللبن عشان الفيديو ما يطولش معاكم. عندك لبن ماشي، الميه ماشي. انا سبتها بتاع 7 دقايق كده تلف مع نفسها لحد ما لمت خالص، عشان تبقى العجينه بتاعتنا جميله وملمسها ناعم وحلو. بصوا جميله جدا جدا جدا. وهنسيبها تتخمر، هنحط عليها شويه زيت من تحت وهنغطيها عشان وشها برضو ما ينشفش وما تلزقش منك في الطبق. ولو وصلت يا حبيبتي لحد هنا، ما تنسيش تعملي لايك للفيديو واشتراك في القناه وتفعلي زر الجرس يوصلكوا كل جديد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد افضل الخلق وعلى اله وصحبه اجمعين. دلوقتي بس بعد ما اتخمرت ازاي، بصوا جميله وهشه ازاي. هتقسميها بقى بصي على كور. كل كوره هتعفري من تحتها حبه دقيق ومن فوق دقيق، وهتغطيها بالكيسه علشان لما تيجي تعملي كل كوره تكون وشها وشها هينشف منك ومش هتقب منك في الطاسه. فتاخدي كل واحده وتلفيها ولا تخينه قوي ولا رفيعه قوي. انت لو عملتيها تخينه مش هتبقى مكتومه منك، عملتيها رفيعه مش هتنفخ معاكي. فتعمليها في الوسط. فدلوقتي بعد ما شفتوا اهو وسمكها حلو كده، هغطيها واكمل بقيت هعمل معاكم واحده تانية، وبقيت الكميه هعملها انا وبعد ما تفرديها بقى هتسيبيها برضو 10 دقايق لحد ما تتخمر يعني او ترتاح شويه. زي ما انتوا شايفين كده، جبت الطاسه وحطيت اول واحده زي ما انتوا شايفينها كده، لحد ما هي بص عشان دي كان سمكها حته تخينه وحته رفيعه عملت مني. بنتعلم، كلنا بنتعلم من بعضنا يا حبايبي. فدي مش عارفه نصها قب كده ومش عارفه في ايه. فدلوقتي بصوا بقى يا حبايبي، كان انقاذ بصراحه يعني. العيش ده كان انقاذ بصراحه. كان ابني الجو كان بيمطر وعايز بقى ينزل يجيب عيش، وتقول لا 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 تعالى انا هعمل لك انا عيش. قلت له لا انا هعمل لك انا العيش هنا. وبصوا بقى النتيجه تحفه. بصوا بيتفتح ازاي العيش معاكم جميل، بألف هنا على اللي هياكل. وما تنسوش يا حبايبي تفعلوا زر الجرس وتشتركوا في القناة وكومنت حلو. وشكرا على الكومنتات اللي بتجيلي. ربنا يا رب يحسن ما بين ايدينا ويخليلكوا عيالكم ويبعد عنهم الوحش، اللهم امين يا رب العالمين. ولو عجبتكم الوصفة ما تنسوش يا حبايبي تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. بصوا بقى، بصوا العيش عمل معايا ازاي، بس لازم تغطيه. يعني انت بعد ما تعملي ده كله تغطيه علشان ما ينشفش منك يا حبايبي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.